المتوقع يحصل بعد ما آخد لقاح كوفيد-19؟ التحصين هيحميك من الإصابة بالكوفيد-19 بشكل كبير. بعد اللقاح ممكن يجيلك بعض الأعراض الجانبية، ودي حاجة طبيعية جدا لأن معناها إن جسمك بيبني حماية ضد الفيروس. أثناء تجارب اللقاح الأعراض الجانبية الأساسية كانت عبارة عن ألم، رعشة، تورم أو إرهاق، حمى أو صداع. الأعراض الجانبية ممكن تأثر على الأنشطة اليومية بتاعتك، تحس زي ما يكون عندك إنفلونزا، بس الأعراض الجانبية دي بتختفي خلال أيام، ما تقلقش. لو عندك ألم وقلة راحة بسبب الحمى، كلم الدكتور علشان يقولك تجيب إيه من الصيدلية. حرك إيدك ومرنها دايما، واستخدم كمادات نظيفة وباردة علشان تقلل الألم من مكان التحصين أو من مكان الحقنة. اشرب سوائل كتير، مشروبات بقى، مية، والبس خفيف علشان تقلل آثار الحمى. في معظم الحالات قلة الراحة بسبب الحمى أو الألم بتكون حاجة طبيعية. كلم الدكتور لو الاحمرار زاد بعد 24 ساعة، أو لو لقيت نفسك قلقان بزيادة بسبب إن الأعراض بقالها كذا يوم معاك. الأعراض اللي هقولها لك دي لو حسيت بأي حاجة منها تكلم الدكتور فوراً. تورم في الوجه أو في الحلق، سرعة نبضات القلب، حسيت بدوار أو بدوخة أو الضعف. حاجات مهم جدا تعملها بعد ما تاخد اللقاح. أهم حاجة افتكر ميعاد الحقنة التانية كويس قوي. لو قالوا لك ليك ميعاد حقنة تانية دايما البس الماسك وسط الناس، ما تستغناش عن الماسك أبدا. ابعد عن الزحمة وحافظ عن التباعد الاجتماعي. لازم تغسل ايديك باستمرار، ضروري جدا جدا. ربنا يعافي الجميع يا رب ويرفع عنا البلاء ده. لو عايز معلومات اكتر وكمان عشان تحجز ميعاد تاخد اللقاح، ادخل على موقع وزارة الصحة المصرية، هتلاقيه مكتوب على الشاشة دلوقتي www.egcovac.mohp.gov.eg. شير الفيديو ده لأهلك وأصحابك واللي حواليك والكل اللي بتحبهم وبتخاف عليهم. ولو محتاجين فيديو أشرح فيه طريقة التسجيل على الموقع والخطوات علشان تحجزوا ميعاد تاخدوا فيه اللقاح، اكتبولي في التعليقات وبإذن الله هعمله تاني. Thanks for watching. Please like and comment. Don't forget to subscribe to our channel.